كذب وإشاعات حول مقطع المقلب اللي حصل مع السودان. رجال مرة ما ودي أفضح الرجال، في كلام انقال ما ينفع أحطه في اليوتيوب عشان الرجال برضو ما أبغى أفضحه، عرفتوا؟ فخليت اللقطات اللي هي مضحكة، اللي هي تحبيني، ارتحت لي، عندك سناب ومدري ايه أكتر من كده حتفضحه كيف؟ الراجل طلع في مقطع تاني قال إنه ما بيعرف بيكتب ولا بيقرأ ولا بيعرف اليوتيوب. وأنا عايز أرد على الناس اللي بقول لك هو بيعرف التيك توك، كيف يعني ما بيعرف اليوتيوب؟ أنا عايز أرد على الناس دي اللي بقول لك إنه زول ده السوشيال ميديا عامة كده ما بيعرفها، خليه يعرف ليك التيك توك. وهسه حاليا في صفحات كثيرة في التيك توك باسمه عايزين يستغلوا الرجال المسكين. وانت لو صحي راجل يا عبد الرحمن اعمل المقطع ده مع سعودي، شوف حيدوز على رقبتك كيف. ما تستغل الاجانب وتعمل فيهم مقلب زي ده. وحاليا المقطع بتاعك ده في اليوتيوب جاب اكثر من $1000. استفدت من السوداني ده، واستفاد منك شنو هو السوداني ده من مقطعك ده؟ يعني غير الفضيحة استفاد منك شنو هو؟ وانت كده يا عبد الرحمن ما فضحت السوداني ده كده فقط، انت كده خطيت معاه المرأة السعودية في موقف معاه. والمرأة السعودية معروفة مرأة عفيفة، والشعب السعودي كله شعب طيب ومتماسك.